السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. طريقتي اللي مستحيل أغيرها بالنسبة للطواجن يا بنات، بجد بتدي نتيجة تحفة تحفة تحفة. عندك ربع لحمة هنعمله بيها، عندك نص، عندك أكتر من كده، ربنا يوسع على الجميع يا رب. كل فترة كده احنا عارفين إن اللحمة غالية دلوقتي، لكن كل فترة كده حتى لو هتجيبي حتى نص كيلو ولا ربع كيلو هتعمليها بالطريقة ديت، هتبقى أكنك أكلتي بصي لحمة في منتهى الجمال والروعة بطريقة سهلة جدا. متنسوش اللايك والاشتراك في قناتي وندخل على وصفتنا. انا عندي هنا معلقتين سمنه كويسين كده عندي في الصينيه بتاعتي اللي هشتغل فيها كل الخطوات بتاعتي، واحط فيها كده انا اي نوعيه اي قطعيه لحمه هتنفع في الطريقه دي، ان كانت موزه او ريش اي نوع هينفع كده، وهنسيبها عشان تاخد صدمه من الجنبين على البوتاجاز. طب تعالى للخضار بتاعي بقى. انا عندي بصل وطماطم وفلفل الوان وسبع فصوص ثوم مدقوقين كده، هحط عليهم بقى، هحطهم في الطبق، احط حبه ملح وفلفل ودعاكي كويس جدا. دي بقى بتودي الخضار لمكان تاني خالص يا بنات، بجد تحفه. ما اعرفش بيعمل فيهم ايه الخطوه دي، بس بجد بتدي نتيجه هايله جدا. نرجع بقى للحمه جميله بتاعتنا بقى، خدت خلاص، شايفين بقى اللي هي الصوص اللي نزل بقى منها واحمر كده في قعر الصينيه ديت، ده انا اللي عايزه الدرجه ديت يا بنات، بتبقى فظيعه جدا. تمام، طبعا هي على نار عاليه عشان ما تنزلش الميه بتاعتها. وزي ما انا قلت اي كميه لحمه وهتنفع بالطريقه ديت يا بنات، لو ربع كيلو هتنفع برضه، بس اللي انا عندي ده حوالي نص كيلو او يعني او اقل، يعني 100 جرام، الحاجه اللي كانت موجوده عندي يعني. حطيت بقى الخضار كده اهوت، وهسيبه بقى ايه ياخد ايه ويدي كده مع اللحمه بتاعتنا وينزل الميه بتاعته. تمام، بعدها بحوالي 5 دقايق هبدا احط ميه سخنه يا بنات، اهم حاجه بس ميه سخنه علشان ما ننزلش درجه الحراره بتاعه الخضار واللحمه، ويبقى برضو السوا بتاعها مش قد كده. ده تركية مهمة جدا. بعد كده حطينا بقى هنا المية بتاعتنا وهنسيبها. انا عايزة اللحمة تكون مستوية، هتاخد قد ايه سوا يا حنان؟ على حسب نوعية اللحمة اللي انت جايباها. في انواع لحمة بتبقى صغيرة ما بتكملش يعني ساعة، ساعة الا ربع على النار وبتكون مستوية. هنا هنخدت مني حوالي ساعة وشوية على حسب نوعية اللحمة اللي انت بتطبخي بيها. هسيبها بقى وهغطيها. انا عايزة اللحمة بتاعتنا تكون مستوية 90%، شايفين دخلت في الشوكة اهيت، يبقى اذا يعني عايزة تركية صغيرة وتكمل سواها. هنزل بقى بكوب طماطم فريش، انا كنت مفرزاها يا بنات في الفريزر، تمام، او صلصه جاهزه اللي يريحك، يعني اهم حاجه تكون الطماطم بتاعتنا متسبكه. هنزل بقى بكميه البطاطس دي برضو على حسب رغبتك، يعني الكميه برضو اللي انت عايزاها، سواء نص كيلو ربع كيلو، قطعيه كده اي قطعيه برضو هتنفع يعني. بص انا بسهل لكم الدنيا خالص. هحط بقى عندي بهاراتي، عندي ملح وفلفل وبهارات، وطبعا هقلبها بقى كده كويس. وبعد كده انا هسيبها برضه، انا عايزه البطاطس برضه يبقى 90% منها تكون مستويه، او مثلا يعني ربع او تلات ارباع سوا. تلات ارباع سوا يعني البطاطسية شايفين دخلت في الشوكة برضو. بنفس الطريقة. الخطوة دي اختيارية يا بنات، ممكن تسيبيها كده في الصينية بتاعتك لغاية ما هتستوي خالص وتدخلها تحت الشوية تاخد وش كده للحمة، بس بصراحة انا بحطها في الطاجن الفخار، انتوا عارفين بيدي طعم كده للاكل مميز جدا. واطلع كده اللحمة فوق البطاطس كده علشان لما تاخد طعم الشوي وتاخد لون الشوي يا بنات. تمام، هحطها بقى كده في الفرن على الصاج الاول حوالي ربع ساعه، وبعد كده اطلعها فوق الشوايه كده، يعني افتح الشوايه وتاخد اللون الجميل الرائع اللي انتوا شايفينه ده، طعم وريحه الشوي بجد تحفه. يعني هتلاقي بقى طاجن لحمه بالبطاطس عمرك ما اكلتيه قبل كده. البطاطس ماسكه نفسها لكن مستويه على الاخر، مش متحمله الشوكه. اللحمه زبده زبده يا بنات، واخده طعم وريحه الشوي كده تحفه، وفي نفس الوقت طريه. ايه رايكم؟ طريقة سهلة وجميلة جدا اللي هي طاجن البطاطس باللحمة. رمضان قرب على الأبواب، ممكن تعمليها كده مرة ولا مرتين في رمضان، بجد تحفة تحفة تحفة. يا رب فعلا الفيديو نور رضاكم وتنفذوه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.